أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن خبر لفت نظر كتير في السعودية. المقال بيقول رسمياً النصر يضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا بسبب لقب الاتحاد. خلينا نحاول نفهم التفاصيل دي مع بعض. أهلا بك. هو فعلا خبر مثير، يعني العنوان بيقول النصر تأهل خلاص لدوري أبطال آسيا 2. تمام. لكن القصة مش في التأهل نفسه، القصة في إزاي ده حصل. بالظبط، مهمتنا نفهم إزاي تأهل النصر ده مرتبط بفريق تاني خالص اللي هو الاتحاد، وإزاي فوز الاتحاد ده كان هو السبب. خلينا نفكك الموضوع ده خطوة بخطوة. تمام. النقطة الأساسية إن تأهل النصر ده حصل فعلا بشكل رسمي، بس زي ما قلتي الطريقة غريبة شوية، لأنها مرتبطة بنتيجة مباراة تانية. صحيح، المقال بيربط الموضوع بخسارة القادسية قدام الاتحاد في نهائي كأس الملك. بس ممكن توضح لنا أكتر إزاي نتيجة الماتش ده أثرت على النصر تحديداً؟ هي دي نقطة المهمة. الاتحاد ما كسبش الكاس وبس، لا، هو كمان كان بطل دوري روشن السعودي لنفس الموسم. يعني عمل الثنائية. بالظبط، جمع بين البطولتين الكبار في نفس السنة. طيب، دي حاجة كبيرة للاتحاد أكيد، لكن إزاي فوزهم المزدوج ده يدي مقعد أسيوي لفريق تاني اللي هو النصر؟ هل دي قاعدة معينة ولا إيه؟ أيوة، هي قاعدة في لوائح التأهل للبطولات الآسيوية. الطبيعي إن بطل الكأس بياخد مقعد في دوري أبطال آسيا 2. تمام. لكن لو بطل الكأس ده هو نفسه بطل الدوري في نفس الموسم، زي حالة الاتحاد السنة دي، ما ينفعش ياخد مقعدين. منطقي. فاللي بيحصل إن المقعد المخصص لبطل الكأس ده بيروح لمين؟ بيروح للفريق اللي بعده في ترتيب الدوري، بس بشرط يكون مش متأهل أصلا للبطولة الأعلى اللي هي دوري أبطال آسيا النخبة. أوكي. وفي الموسم ده الفريق ده كان صاحب المركز الثالث في الدوري اللي هو النصر. يعني هو تسلسل طبيعي حسب اللوائح. طيب سؤال، لو كان القادسية اللي كان رابع الدوري هو اللي كسب الكأس مش الاتحاد، ساعتها القادسية هو اللي كان هياخد المقعد الآسيوي بتاع الكأس مباشرة، بغض النظر عن ترتيبه الرابع في الدوري. فهمت. لكن فوز الاتحاد بالنهائي بنتيجة 3-1 على فكرة هو اللي فعل القاعدة دي. بما ان الاتحاد بطل الدوري اصلا، المقعد راح لثالث الدوري. يعني النصر ممكن يشكر الاتحاد على الفوز ده. هو بشكل ما مصيرهم في البطولة دي اتحدد بنتيجة ماتش هم مش طرف فيه اصلا، زي ما بتقولي كده تأثير الدومينو. فعلا موقف غريب ومثير. طيب ده معناه ان تأهل النصر ما كانش بإيدهم بشكل مباشر في الحالة دي؟ لا، هو كان نتيجة منطقية لفوز فريق تاني بالثنائية. ده بيورينا ازاي نتائج فريق واحد ممكن تؤثر بشكل مباشر على فرص فريق تاني خالص في التأهل القاري. صحيح، وده بيوضح كمان قد ايه كل بطولة وكل ماتش مهم وبيأثر على الصورة الكبيرة للموسم كله. بالظبط، وكمان بيفتح كلام عن تبعات هيمنة فريق واحد على البطولات المحلية في موسم معين. نقطة ممتازة، وده ممكن يخلينا نسأل سؤال أخير كده للتفكير. الموقف ده هل بيعكس قوة الدوري السعودي ككل لأن المركز الثالث فيه بيتأهل بالشكل ده؟ ولا هو مجرد انعكاس لهيمنة فريق واحد الاتحاد في موسم استثنائي؟ وهل القاعدة دي في حد ذاتها عادلة لكل الفرق؟ سؤال للنقاش.